السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم كامل متابعين الكرام، وإن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. قبل ما نبدأ فيديو اليوم نطلب منكم طلب صغير برك بصح مهم بزاف بالنسبة لينا. ما تنساوش تديروا اشتراك في قناة ديما إكسترا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد أول بأول. سمحوا لي نعاودها مرة أخرى، اشتركوا في قناة ديما إكسترا، فعلوا الجرس وبارتاجيوا الفيديو، خاطر دعمكم هو اللي خلينا نكملوا ونقدموا لكم الأخبار الصحيحة والدقيقة. اللي مازال ما دارش اشتراك درك هو الوقت، اضغط على زر الاشتراك وما تخليش روحك. نروحوا ديراكت للموضوع اليوم اللي راح شاغل بال بزاف ناس، خاصة المتقاعدين اللي راهم يستناو بفارغ الصبر كل جديد يخص إعادة التقييم السنوي لمعاشات التقاعد. اليوم إن شاء الله راح نشرح لكم الموضوع بالتفصيل ونوضح لكم النقاط اللي راهي دايرة جدل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي، ونصحوا معلومات منتشرة بالصح ماشي دقيقة. خلوكم معنا للآخر باش تفهموا كلش مليح وتخرجوا بالصورة كاملة. أول حاجة لازم تعرفوها باللي إعادة التقييم السنوي للمعاشات والمنح تاع التقاعد هو حق قانوني رسمي وماشي إشاعة ولا قرار مؤقت. هذا الحق راه منصوص عليه في المادة 43 من قانون التقاعد رقم 83/12 المؤرخ في 2 جويلية 1983. القانون هذا يقول بوضوح باللي التثمين السنوي يطبق ابتداء من شهر ماي كل عام. يعني من الناحية القانونية المتقاعد عنده الحق تتزاد له المنحة كل سنة حسب النسبة اللي تقررها الدولة. الجديد والمهم بزاف هو باللي التثمين السنوي لسنة 2025 تم إقراره فعلا من طرف رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء، ومعه قرارات أخرى كيف رفع الحد الأدنى للأجور ورفع منحة البطالة. هذو قرارات رسمية وتقروا. بصح هنا النقطة اللي لازم تفهموها مليح، كاين فرق كبير بين قرار يتقر في اجتماع رسمي وقرار يدخل حيز التنفيذ قانونيا. علاش؟ لأنه القرار باش يولي رسمي ويتطبق لازم يتنشر في الجريدة الرسمية. يعني ما يكفيش يتقال في اجتماع، لازم يخرج مرسوم أو نص تنفيذي منشور رسميا. حاليا التثمين تقر، بصح مازال ما خرجش النص التنظيمي في الجريدة الرسمية، وهذا هو السبب الحقيقي اللي خلى بزاف ناس تتخلط عليهم المعلومات. كاين اللي قال الزيادات ما كانش، وكاين اللي قال صرفت، وكاين اللي قال ما كانش أثر رجعي. الحقيقة هي الزيادة موجودة ومقررة، لكن التطبيق الفعلي مازال يستنى النص التنظيمي الرسمي. هذا النص هو اللي يوضح نسبة الزيادة النهائية، طريقة الحساب، كيفاش يتصرف التعويض، وهل كاين أثر رجعي، ومن أي شهر يتحسب. يعني بدون هذا القرار الرسمي صندوق التقاعد ما يقدرش يصب حتى مبلغ، لأنه لازم يتحرك حسب نص قانوني واضح. نروحوا لنقطة مهمة بزاف، هل التأخير يعني ضياع حق المتقاعد؟ الجواب لا. قانونيا حق التثمين ثابت وما يضيعش، حتى لو يتأخر التطبيق يبقى الحق محفوظ ويتعوض بالأثر الرجعي إذا كان منصوص عليه في القرار. يعني باختصار التأخير ما يعنيش إلغاء، التأخير يعني فقط انتظار الإجراءات. النقطة الثانية اللي بزاف ناس ما يفهموهاش مليح تخص المتقاعدين الجدد. المتقاعد الجديد ما يستفادش مباشرة من إعادة التقييم السنوي. القانون يقول لازم تمر عليه مدة 18 شهر بعد التقاعد باش يدخل في نظام التثمين السنوي. بصح كاين توضيح مهم، المتقاعد الجديد غالبا يتحصل على جزء من التثمين في أول معاش يستلمه، يعني ما راهوش محروم، بصح ما يستفادش من زيادة ماي مع باقي المتقاعدين لأنه يكون استفاد منها مسبقا في حساب أول معاش. إذن الفكرة الأساسية هي كل متقاعد عنده حق في التثمين، لكن توقيت الاستفادة يختلف حسب الحالة. كاين كذلك سؤال يتكرر بزاف، هل الزيادة لازم تدخل في شهر ماي؟ الجواب لا. القانون يذكر ماي كبداية حساب، بالصح ما يلزمش الدولة تصبها في ماي بالضبط. التاريخ الفعلي للصرف يتحدد كل عام بقرار حكومي، يعني ممكن تتصب في أفريل ولا في ماي ولا حتى بعد. بالصح المهم هو الحق يتحسب من التاريخ القانوني حتى لو الصب يتأخر. لهذا السبب نقولكم ما تصدقوا أي خبر غير رسمي، المصدر الوحيد المؤكد هو البيان الرسمي أو النص المنشور في الجريدة الرسمية. حتى مدير صندوق التقاعد أكد باللي المتقاعدين كامل راح يتحصلوا على حقوقهم، بالصح معطاش تفاصيل تقنية لأنه ما زال ما خرجش النص التنظيمي، وهذا شيء عادي لأن التفاصيل ما تتحدد إلا بعد صدور القرار الرسمي.
نرجع نلخص لكم الوضع الحالي باش تكون الصورة واضحة. تمبن، التثمين السنوي حق قانوني ثابت. تمبن، تم إقراره رسميا. تمبن، ما زال ما دخلش حيز التنفيذ. تمبن، التطبيق يستنى مرسوم تنظيمي. تمبن، التأخير ما يلغيش الحق. تمبن، الأثر الرجعي ممكن قانونيا. يعني بكل بساطة حقوقكم محفوظة، فقط اصبروا حتى تخرج الإجراءات الرسمية. حسب التوقعات ممكن القرار يخرج في مارس. إذا خرج في مارس ممكن الصب يكون في أفريل. إذا تأخر القرار الصب يتأخر معاه. بالصح أغلب التقديرات تقول ما يفوتش شهر ماي إن شاء الله. إذن ما كانش داعي للقلق وما كانش داعي للإشاعات. الأمور ماشية بإجراءات قانونية فقط. وفي الأخير نحب نطمن كل المتقاعدين ونقولهم حقوقكم ما تضيع، والدولة ملزمة قانونيا بصب الزيادات. المسألة مسألة وقت وإجراءات برك. وقبل ما نختم نذكركم مرة أخرى وما تنساوش هذه أهم حاجة، اشتركوا في قناة ديما إكسترا وفعلوا الجرس وديروا لايك للفيديو وبارتاجيوه باش توصل المعلومة الصحيحة لكل واحد محتاجها. دعمكم يفرق بزاف معنا وبيكم نكبروا ونستمروا. نشوفوكم في فيديو جديد إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.